السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. كل سنة وحضراتكم طيبين. عام دراسي سعيد، اللهم امين يا رب. ربنا يجعله سعيد كده علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا يا رب. بصوا بقى النهاردة يا جماعة كده نزلنا. طبعا يا جماعة الفيديو ده كان متصور أيام ما كنت في المزرعة. أنا طبعا كنا كده نزلنا أنا وولادي نجمع كده شوية ليمون من طبعا الشجر. ما شاء الله اللهم بارك، الليمون كبير يا جماعة ما شاء الله. بصراحة هو مش بلدي بس والله العظيم مليان كده مية. يعني تعصري كده عصرتين ما شاء الله اللهم بارك يعني. جميل جدا 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 بألف هنا وشفا. طبعا احنا بصوا كنا جامعين الزيتون واحنا جايين كده، فقلنا ايه نجمع بالمرة شوية ليمون. نزل بقى حودة كده تحت الشجر طبعا اهو. عشان بصراحة انا برضو بخاف من الشوك بتاع الليمون، شوك الليمون بيبقى وحش، ويعني شوكته بتبقى متعبة بصراحة ما بحبهاش. فطبعا ولادي بقى هم اللي قالوا ايه احنا هنجمع لي كده شوية ليمون ما شاء الله اللهم بارك اهو. بصوا بقى يا جماعة الطريق طبعا طويل اهوت ما شاء الله. وهو بقى عمالين كده كل شجرة فيها اتنين تلاتة اربعة كده ينزلوا تحتيها ويجيبوهم. هو بصراحة مش طارح كتير بس طبعا جابوا كمية حلوة. احمد ابني طبعا كان مسافر، يعني رايح كده شغل تاني، ربنا يعينه يا رب اللهم امين. وطبعا صحابه طلبوا منه كده شوية زيتون، فطبعا ما نقدرش طبعا نقول لهم لا. فنزلنا والله العظيم ثلاثة، يعني انا وولادي قلنا لا يلا نجمع لهم شوية عشان خاطر طبعا هم طبعا عمال معاهم. اكيد طبعا انتوا عارفينه السنغالي و... وعلاء طبعا ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب. قالوا له عايزين شوية زيتون يا احمد وانت جاي لنا، فطبعا ما نقدرش نقول لهم لا. فقلنا كده نجمع لهم شوية ليمون. بصوا احمد طبعا اهو كنا جامعين طبعا كيس اهي ما شاء الله اللهم بارك. ادوني بقى انا التليفون كده، قالوا لي خد انت صورينا واحنا ايه واحنا هنجمع شوية تاني كده حلوين. عشان بصراحة كانوا 3 انفار او نفرين معاه في الشغل هم كانوا طالبين منه الليمون. فقلنا عشان ما نزعلش حد نملاله كده كيسة حلوة هنقسمهم طبعا عليهم. احمد ابني طبعا الكبير يا جماعة ربنا يعينه ويحفظه ويبارك لي فيه اللهم امين يا رب. بصوا شجر الليمون ما شاء الله اللهم بارك. هو يعني هو مش طرح كتير بصراحة، يعني احنا يا دوبك لمينا شوية دول. هو خدهم واحنا جينا ندور على الليمونتين تلاتة ما لقيناش. لان بصراحة بصوا احنا قلنا بقى ننقيله كده شوية هما حلوين اهو. بصوا الليمونة نفسها كبيرة ما شاء الله. بصوا في شجر فيها ليمون بس بيبقى اخضر كده ومش حلو، يعني ناشف ما بيبقاش فيه ليمون من جوه، ما بيبقاش فيه ميه من جوه خالص، فملوش اساسا لازمه يعني. فاحنا بصراحه نقينا لهم شويه ليمون كده حلوين ومحترمين عشان طبعا خاطر عيون احمد. ابصوا يا جماعه اهو في شجر فيه والله العظيم مبيز بينه كتير، يعني واقع تحت الشجر كتير خالص. عشان طبعا يعني ما مش بيخدموه بصراحه، يعني هم ملخومين طبعا في شغل المانجا وكده، فما كانوش بيخدموا الليمون بصراحة خالص. دي كده طبعا شجرة توت اهو. بصوا يا جماعة ما شاء الله اللهم بارك اهي. شجرة كبيرة خالص برضو قلت اوريها لكم. ما كناش منها السنة دي خالص بصراحة، طبعا من الهوا اللي جه ما كلناش منها. بصوا طبعا ميدو بيوري لكم شوية الليمون ما شاء الله اللهم بارك اهو. بألف هنا وشفا للي ياكله ان شاء الله.
وفي شجر كتير 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 والله العظيم ما في خالص. يعني بصوا شجره زي دي انا هي ما فيهاش خالص، وشجره دي برضك ما فيهاش. يعني هو بصراحه ما كانش السنه دي كان يعني ما كانش فيه ليمون خالص بصراحه السنه دي. اهو. وهو كمان الليمون رخيص خالص السنه دي. يعني انا بسمع ان هو بخمسة وب10 جنيه متهيألي، يعني حاجه زي كده. فبصراحه مش غالي خالص السنه دي. بص طبعا حوده كده بينزل برضو تحت الشجر وعمال بقى يجيب عشان خاطر اخوه. طبعا احمد قال له بالله عليك يا حوده عايز شويه ليمون كده يعني حلوين. بص بقى طبعا الشجره دي بقى قال بقى صوروني تحتيها. الشجره دي جميله خالص ما شاء الله اللهم بارك، فيها حبه ليمون حلوين كده. حوده قال لا استنوا بقى انا هجيب لكم بقى حبه الليمون الحلوين دول. بصوا يا جماعه الليمونه اللهم بارك ما شاء الله اهو. طبعا احمد بقى مبسوط خالص يقول له هات هات يا حوده يلا. اهو. بص يعني من شجرة واحدة جاب منها كمية حلوة والله العظيم. وفي شجر تاني ما تلاقيش فيه ولا حباية. بصوا الشجرة من جوه ما شاء الله اللهم بارك اهو بصوا. لو وصلت بقى لغاية دلوقتي الفيديو معايا بالله عليكم ما تنسوناش في اللايكات واشتراكاتكم الحلوة. ولو اللي ما اشتركش في قناتي يشترك عشان عيلتي مش هتكبر غير بيكم. احلى اخوات واحلى عيلة، عيلة ميدو وشوشو اكيد طبعا. بص حودة برضك يعني بصوا غصب عنه طبعا ان هو واقف كده، بس طبعا مش عايز يقول لاحمد لا يا احمد مش هنعرف اجيب لك او عشان خاطر الشوك. لا طبعا ربنا يبارك لي فيهم ويخليهم لبعضيهم ويحببهم في بعضيهم اللهم امين يا رب. عمال يحارب كده عشان خاطر يجيب الليمون الحلو. يعني برضك مش بيجيب له اي حاجه والله العظيم يا جماعه عايزه اقول لكم بيجيب له احلى ليمون طبعا. وانا كنت واقفه ان انا بس ان انا ايه يعني بشجعهم بقول لهم يلا وهاتوا دي وهاتوا دي وهاتوا دي. اهو. هو طبعا كده عمال يجيب من ورا الشجره اهو. بصوا بيجيب الليمون اهو ما شاء الله. وي... ويحدفه كده لاحمد، واحمد طبعا بيعبي ايه في الكيسه. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. بصوا يا جماعه الليمون. يا رب يا جماعه النهارده الفيديو يكون عجبكم النهارده وجمع الليمون مع ولادي. ربنا يحفظهم لي ويبارك فيهم اللهم امين. ومتشكره جدا 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 لاحلى اخوات واحلى عيله. ربنا يحفظكم ويسعدكم ويبارك فيكم وكل سنه وانتم طيبين. عام دراسي سعيد علينا وعلى اولادنا اللهم امين. ربنا يجعله سعيد يعني عام دراسي سعيد اللهم امين يا رب. ومتشكره جدا 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 يا احلى اخوات واحلى عيله. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. اهو يا جماعه حبه الليمون اللي احمد لمهم ما شاء الله اللهم بارك اهم. بصوا كيسه كده معتبره حلوه زياره حلوه. ومتشكرة يا أحلى عيلة. ربنا يحفظكم ويبارك في فيكم اللهم آمين يا رب. السلام عليكم حبايبي.